اهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة هنعمل حلوة سهلة وبسيطة وسريعة، هي كرات الشوكولاتة بجوز الهند. والمقادير في اخر الفيديو. اول حاجة عندنا ملح، وعندنا الفانيليا، وعندنا الحليب المكثف المحلى. طريقة عمله في رابط اسفل الفيديو. اول حاجة عندنا جوز هند مبشور، هنبتدي نحط عليه رشة الملح ونقلبهم مع بعض كويس لغاية ما نتأكد ان كل الخليط اتمزج مع بعضه. وبعد كده عندنا الحليب المكثف المحلى، هنبتدي نحط فوقيه جوز الهند ونبتدي نقلب لغاية ما يبقى معانا خليط متماسك. يعني نزود بالتدريج ونبتدي نقلب ونشوف لو احتاج تاني جوز هند نزود له بالشكل ده. نبتدي نقلب لغاية ما يبقى معانا خليط متماسك. ونرش رشة الفانيليا سواء سايلة أو باودر ونقلبه كويس. لو احتاج جوز هند تاني بنزود لغاية ما يبقى معانا عجينة، ونبتدي نشكلها على هيئة كرات بالشكل ده ونحطها على ورق زبدة وندخلها الفريزر لمدة نص ساعة. وبعد كده عندنا شوكولاتة سايحة، هنبتدي نسقط فيها كرات جوز الهند بعد ما خرجناها من الفريزر. طريقة تسييح الشوكولاتة هتلاقوها في رابط أسفل الفيديو ده. وبعد كده بنعمل نفس الكمية كلها بالشكل ده، بنطلعها على ورق زبدة وندخلها في التلاجة لمدة نص ساعة أو الفريزر مثلا 10 دقايق، بتنشف معانا على طول. ودي حلوة سهلة وبسيطة وسريعة، ممكن تتعمل في أي وقت، الأولاد بيحبوها جدا. أتمنى حضراتكم تجربوها وتنال رضاكم. أتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة. ممكن تتابعونا على مواقع التواصل الموجودة أمام حضراتكم. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة على مطبخ السعادة.